فصل الشتاء وفصل الخريف من أكتر الفصول اللي بتحصل فيها حوادث غريبة وغامضة، ودايما مخرجين أفلام الرعب بيستعملوا الفصلين دول بالذات لإثارة المشاهد. لكن لو جينا نتكلم عن الحوادث الغريبة بعيدا عن الأفلام، هتلاقي الحوادث بتزيد أكتر في الخريف وفي الشتاء، وبيزيد سماعك لأصوات غريبة في الفصلين دول، وخصوصا بالليل بعد الساعة 12. إحساسك بالعالم الآخر بيزيد بالليل، إحساسك بوجود قرينك بيزيد بالليل، رغبتك إنك تشوفه أو تستشعر وجوده بتبقى بالليل أكتر. التوقيت من 12 لحد قبل الفجر بنص ساعة بيسهل جدا إنك تستشعر وجود أشخاص تانية معاك في البيت، في نوعية أو كائنات بتسمى بالأرواح الشفافة، واللي بيكون الشعور بحركتهم سهل جدا بالليل. كمان شعورك إنهم بيعدوا من قدامك سهل جدا. أصواتهم هادية جدا لأن من اسمهم أرواح شفافة، واللي بيتمكن من رؤية الكائنات المحجوبة عنا هو من أصحاب الأرواح الشفافة من البشر. لكنه بيشوفهم إزاي؟ في أكتر من شكل وصورة للجن أو استشعار وجوده. اتكلمت عن الموضوع ده كتب كتير، ممكن تكون حقيقية وممكن تكون كذب. فالكتب قالت إن الحيوانات معظمها من اللطيف التعامل معها بصفة كبيرة، زي القطط مثلا اللي بنبقى دايما شايفين إنها الكائن اللطيف. فالكتب قالت إنها من الكائنات السهل جدا الجن يتشكل فيها، لأنه لما بيتمثل في القطة مش هيقولك أنا جن، لكن ممكن تلاحظ نشاط غير عادي للقطط، زي مثلا شهية زايدة في وقت غير مناسب حتى لو أكلت من قبل كده. القطط احنا عارفين إنها بتتسم بالغدر، لكننا بنقدر نميز القطة قوي في حالة تغير صوتها.